وأخيرا وصلت دولة الجزائر للعالمية، ولكن ليس بتراثها الثقافي ولا بجمالها كالمغرب، ولا بتاريخها ولا حضارتها كمصر، بل بعدوانيتها وجريمتها النكراء. شباب أبرياء ضلوا طريقهم في البحر، ولكن شاءت الأقدار أن تجرفهم الأمواج إلى أحضان وحوش آدمية لم تتوانى في إفراغ رصاصها غدرا وعنوانا في أجسادهم البريئة. شباب راحوا ضحية حسابات سياسية لا دخل لهم فيها. هكذا تفاعلت الصحافة العالمية مع مقتل شبان شاطئ السعيدية. ولكن ليصل هذا الفيديو للجميع ويعرف الكل ما حصل، لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بهذا الفيديو. وصلت فضيحة النظام الجزائري بجريمته النكراء للعالمية، فقد تحدثت آلاف الصحف عبر العالم عن حادث شاطئ السعيدية المؤسف بكل اللغات، وأهمها صحف عالمية بريطانية وأمريكية مثل صحيفة سكاي نيوز والبي بي سي وحتى الديلي سان. وقد تناولت كل الصحف قصة الحادثة على أنهم سياح ضلوا طريقهم في البحر وتعرضوا لإطلاق النار غدرا وعنوانا، وليس كما يروج له البعض أنهم تجار مخدرات أو مهاجرين غير شرعيين. فقد تصور معي عزيزي المشاهد حجم الفضيحة التاريخية عندما يقرأ الأجانب وبقية العالم أن دولة تطلق النار على سياح عزل ضلوا طريقهم. وماذا سيعتقدون في هذه الدولة؟ يعني حقيقة شوهة عالمية سيخلدها التاريخ للنظام الجزائري. ولا ننسى أن الصحف الفرنسية كذلك قد تعاملت بشكل جدي مع الحادثة، ويحسب للإعلام الفرنسي أنه تعامل مع الضحايا على أساس أنهم مواطنين فرنسيين، وهو ما سيساهم في تأجيج وغضب الرأي العام والشارع الفرنسي. كما أن الخبر قد ظهر في التلفزيون الأمريكي على قناة فوكس نيوز، وفي التلفزيون الهولندي والإسباني، وفي العديد من الدول. صراحة فضيحة تاريخية لن يمحيها التاريخ للنظام الجزائري، ستبقى مخلدة لسنوات قادمة.